لسنا في حاجة إلى حلول ترقيعية. الثورة لا يمكن أن تكون بحلول ترقيعية. الثورة وهي ثورة ونعتز بها ونعمل على تحقيق أهداف شعبنا حتى نستعيد المرافق العمومية التي تم تسويتها مع الأرض، ونطهر أيضا البلاد ممن تلاعبوا بقدراتها. تونس تتوفر فيها كل الخيرات، ونعتز بأننا تونسيون، ونعتز بأننا نبني تونس جديدة لطريق تونس تقطع مع الماضي البغيض ومع الذين عاثوا في البلاد فسادا. وتعلم جيدا أن هؤلاء الذين عاثوا في البلاد فسادا وخربوا هذه المرافق العمومية منذ نهاية السنوات الثمانين في الواقع، وليس الأمر بالمستجد. الهيكل إعادة الهيكل أي من 15 مؤسسات اللي تفوتت وقعدت أراضي وقعدت كذا، وذاك اليوم انثمنا سواء مع الأرض. وما زال البعض يحن إلى تلك الفترة للأسف لأنه خارج التاريخ، ومن هو خارج التاريخ لا يمكن أن يصنع التاريخ. لفظه التاريخ ولفظه الشعب التونسي، ومن لفظه الشعب التونسي لا يمكن أن يصنع تاريخا جديدا لتونس. اختيارات الشعب التونسي هي التي يجب أن تجسد. التوانسة نختلفوا هنا ونبنوا بلادنا هنا مع بعضنا. تونس أمانة في أعناقنا جميعا، فلنطهرها من كل من يعاديها، والعدالة للجميع، والناس على قدم المساواة كلهم، كل المواطنين على قدم المساواة. ولا بد من تطهير تونس ممن عاثوا فيها فسادا في البر والبحر والجو في كل مكان.